هلا متابعيني، شلونكم حبيباتي؟ ان شاء الله كلكم زينين وبأحسن الاحوال. طبعا اعتذر، صار 5 ايام غايبة عنكم لان اسم الله عليكم انفلونزا عندي بالعظام، وبقيت بالفراش 4 5 ايام. اليوم قمت الحمد لله والشكر. يا بنات، اليوم سويت لكم كبة السراي باللحم، كلش طيبة وتخبل وان شاء الله تنال اعجابكم. بس تابعوا وياي الطريقة الاخير حتى ان شاء الله تشوفوا الخطوات خطوة خطوة. شوفوا ايش قد حلوة، لا تفلشت ولا اي شي صار بيها. بس شوفوا شو ضفت إلها، شنو المكون السحري اللي ضفت إلها حتى ما تتفلش. أنا سويت هيجي، يعني حتى نسيت أخلي لها لو شعرية لو عدس، لأن أنا كنت مريضة وهسه ذكرت أخاف تشوفوها خفيفة. أنتوا سووها أطوخ. قبل نبدي بالفيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ونريد من إيديناتكم الحلوة لايكات حلوة وتعليقات حلوة حبيباتي حتى يصعد مستوى القناة. هسه ندخل على الخطوات حبيباتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وسلامة يا رب وصحة. اليوم راح أسوي لكم كبة السراي. المكونات الموجودة عندنا كوبين جريش ناعم، هي الحبيبات تصير بيضة مثل تراب الطحين تصير بيدك، وكوب برغل ناعم أو قلاص، أنا نفس القياس استعمل لكل المواد لكل المكونات. نص قلاص سميد ناعم، والبهارات الموجودة ملح كمون كركم كاري، بس هذول استعملهم للعجينه مالتها. هسه راح نجيب نجانه بعد ما نظفت بعد ما نظفت الجريش والسميد اللي اخذيهم دود، يعني هسه خلطت المواد كلها. راح اجيب ماي فاير على مود بسرعه، يعني من البخار يتنقع الجريش هاي حبايه عدس كانت. هسه اجيب ماي فاير احسن، لان حتى بساع يتنقع الجريش ويعني والمكونات تتنقع بساع. واعرف ايش قد اخلي باعوا، لان انا بالماء البارد ما اعرف اخلي، بالماء الحار اعرف ايش قد اخلي. شوفوا اخلي الكميه اللي توصل الجريش لهالقوام هذا ولهالتكتلات. شوفوا هالزين، شوفوا ايش راح يصير، يعني مو كلش لينه ولا كلش يابسه. شوفوا هيجي من ادوسها بالخاشوقه باعوا، يعني هي بعد يمكن يراد لها شويه مي، راح اضيف بعد شويه مي قليل، لان المي فاير بساعه من البخار راح يصير يعني يتنقع. باعوا ايش راح اسوي بالخاشوقه هيجي مثل ما لنجا اصفيه. اذا هيجي صار يعني معناته انتم يعني طريقتكم ناجحه. شوفوا بعد الطريقة هاي، يعني بعد ما يحتاج كتل باعوا، يعني متكتلة هيجي. ايش راح اسوي هسه؟ باعوا يعني هسه راح اغطيها بنايلونة واخليها تقريبا ساعة. يا بنت هسه خليت جيسة بالنايلون الحراري حتى من البخار مالته تتشرب المي وتتنقع، وبعدين بعد ما اتركها ساعة بعدين ارجع لكم. يا بنات بعد ما مر العجينة ساعة تقريبا، هسه راح نعجنها بس ما اضيف اي مي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس العجين شوفوا شلون من البخار ماخذه طراوه باعوا، لان غطيتها بالبخار. فراح اظل اعجن لمده 10 دقائق متواصله. اني اعجن ولا اضيف مي لحد ما تصير عجينه مطاطيه وما تتفلش بالجدر. يا بنات شوفوا ظليت اعجن بالعجينه لحد ما صار شكلها هيجي مطاطي، واظل اعجن بعد. شوفوا شكلها يعني شوفوا القوام، شوفوا المطاطيه مالتها ابد ما تتفلش هاي بالجدر. ظلوا عجنوا تقريبا اني شي على شي، يعني 10 دقائق متواصله اني اعجن لحد ما توصل لهالمرحله هاي. يا بنات جينا على الطبخ، هسه نسوي الحشو مال الكبه. المكونات الموجوده قدام عينكم هسه راح اقول وحده وحده عليها. هنا عندي بهارات الكبه كلش طيبه، يعني اعتمدوا هاي البهارات بس كلش طيبه بكل الكبب. كمون عندي، بهارات مال مشاوي حامضه، ثوم باودر، بصل باودر، كبابه هاي، والكركم صفها، وملح وفلفل اسود وبابريكا. فلفل اسود قليل، خلوه حسب رغبتكم. هنا عندي باقة كرفس كامله غسلتها، اخذت الاوراق وثرمتها، وعندي نص كيلو بصل، وعندي نص كيلو لحم. راح اجي على الطاوه، راح احمس اللحم. فك اللحم بالخاشوقه او بالمعلقه الخشبيه حتى زين ينحمس ليتكتل. بعد ما نفك اللحم زين ونحمس
شويه باقي بيه مي، راح اذب البهارات باللحم على مود هذا المي ماكو يمتص كل الحموضه والملوحه والفلفل الحار من البهارات، يعني اللحمه الحشوه راح تصير كلش طيبه. هسه بعد ما انحمست البهارات ويا اللحم، راح اجيب البصل اللي هو نص كيلو، ثرامته زين ناعم، ذبيته على البصل. اني نص كيلو لحم اسوي بنص كيلو بصل، راح يذوب البصل ببطن اللحم. هسه راح تلاحظون، شوفوا ما بقى يعني تقريبا شي قليل بقى بصل، واذا تلاحظون يعني كأنما كمية البصل اقل. بهالشكل انا اسوي الكبة. بعد ما شوي نحمس البصل ويا اللحم، راح اجيب الكرفس اخر مرحله، وهيجي خلطتين الكرفس خلطه ويا اللحم، وبعدين انزله ونروح نلف الكبه وياكم. نلف، تابعوا الخطوات وياي حتى تنجح عندكم الوصفه. يا بنات بعد ما كملنا الحشوه هسه راح نجي نلف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسب حجم اللي ترديها سويها الكبة. باعوا أنا أسوي حجم وسط، يعني بترس إيدي، بترس قبضة إيدي أسوي الكبة. باعوا ترس قبضة إيدي هيجي ألزمها كلهن على مود تصير نفس الحجم. شوفوا شلون حلوة مطاطية ما شاء الله. تفتحيها هيجي، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي تحطين خاشوي كلش كبيرة، بسم الله تطلعين الهواء مالها، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا اطلع الهواء، بسم الله الرحمن الرحيم. ترديها مدعبلة، ترديها شوي يعني دائرية عريضة كيفك. شوفوا انا هيك اسويها ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. راح الف وحده تلح قدامكم مثل ما قلنا. شوفوا هاي الكمية كافية. تردين تفتحيها مثل بطاسة بكيفك، تردين تفرشيها بكيفك، بكل الأحوال هي تصير ترى يعني إذا تتعلمين الطريقة كل الحالات تسيطرين عليها وتلفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بسم الله هيجي ألمها لم. باعوا هيجي ألفها، والزايد تطلع، الزايد أطلعها أذبها. طلعنا الزايد وتورطنا اللي لحمها. بسم الله الرحمن الرحيم. باعوا نفس الحجم، نفس الحجم اثنيناتهم. باعوا شوفوها نفس الحجم، يعني اخذي قياس واحد. بعد يعني تعلمي اخذي قياس واحد يا بنات. هسه اخر وحده الفها والف الباقي واشوفكم الشكل النهائي. باعوا خففيها بس مو كلش تزرفي، يعني تخففيها حتى تنزرف، لا هيجي الخفية اللي انتي ترديها. مثل ما قلنا نطلع الهواء ونلمها لم هيجي. بعد ما طلع من عندها الزايد، لان هي اصلا انا ماخذه قياس واحد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هاني اسويها بطيء قدامكم حتى تتعلمون الطريقة. شوفوا براحة ايدك طلعين الهواء هيك بهالطريقة هاي.
باعوا كلها بنفس الطريقة هاي. يا بنات هسه راح اسوي الكمية كلها وارجع لكم اشوفكم الشكل النهائي. يا بنات شوفوا طلعت 14 كوباية تقريبا كبار حجم، يعني كبير طلعت من عندها، وبقت هاي العجينة راح اسويها بحشوة الدجاج وياكم ان شاء الله. هذا الشكل النهائي للكوبا مالتنا. تقريبا طلعت 14 كوباية كبيرة، يعني حجم كبير، يعني كل واحد يعني بالعائلة اذا كل اثنين كلش يشبع. إذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. أحمسها لحد ما تذبل، بعدين نخلي فوقها المعجون. يا بنات جبت نومي بصلات 2 ذرفتهن و3 فلفلايات بالحار، وهسه راح اخلي معجون الطماطة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا حاشوتين كبار. يعني احمس المعجون ويا البصل والمكونات الباقية. يعني كل طبخة، يعني كل طبخة اسويها لازم احمس المعجون، لان المعجون بيه ريحة زناخة، فويا الحمس تروح الريحة، وثاني بنفس الوقت الاكل يصير طعمه طيب. انا زيدت المي، يعني ما بقيت على مي اللحم بس، لان لازم الكوبا تسبح بالمي على مود تتفلش. هسه راح اضيف الملح على مود هاي، لان مي اللحم كان بيه ملح، فاني ضفت المي، يعني كثرت الماء اكيد راح المي صار فاهية. هسه راح اشوف فاهي، لازم اخلي تقريبا خاشوقة اكل حسب رغبتك، خاشوقة اكل، خاشوقة الكوب بكيفك، زين حسب الملوحة اللي تحبيها انتي. يا بنات رحنا على الطباخ وسوينا التشريبة مالتها. بس راح اخذ تقريبا هي 14 وحدة، اخذ 7 وبقي ال7 الاخرى اخليها بالمجمدة، غير مرة استعملها. بس تابعوا وياي الخطوات شلون بعد ما التشريبة مالتها تفور. يلا اقدر اخلي كل وحدة ورا الاخرى بالجدرية. هسه اروح اطبخ. الحمص المعجون زين، راح ادير عليه مي، مي اللحم. شوفوا يا بنات هذا مي اللحم. هاي جبت عظام، مي العظام، جبت عظام، طبعا مسوي فيديو عليه. جبت عظام تقريبا 5 كيلوات، فورته زين، خشيت الزفارة وخليت ثوم وبصل وهاي المكونات، وبعدين فرغتها بأكياس وخليتها بالمجمدة للشربوات للمرقات اللي ما بيها لحم. فهسه اغطيها وبعدين لحد ما شو اسمه يفور المي يلا اذب الكوبا. وبس الفلفل الحار زين والحموضة راح تجي من النومي باصرة. هسه يا بنات بعد ما فارت التشريبة مالت الكوبا، هسه اجيب الكوبا وحدة اذبها بالمي مالها مال التشريبة، بس ما اذب وحدة ورا الاخرى لين حتى لا تلزق ببعض وبعدين تتفلش. سويت قسم، القسم اللي اخذته بالمجمدة عند الحاجة استعملها. راح اذب الشعرية تقريبا هنا نص كاسة عندي شعرية، لا تكثرون الشعرية لان تصير كلش ثخينة وما طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيجي اكفرها بسم الله الرحمن الرحيم. باش ناس خلوها حلوة، يعني قصدي بعدها يعني ما تنفت لان عجينتها كانت مطاطية. شوفوها ما شاء الله، صلوات على محمد وعلى محمد. هاي العجينة المضبوطة اللي لا تغيروها ابد، لان هاي عجينة ناجحة كلش، لان هواية ناس يسوون كبة سراي تتفلش عندهم، فاستعملوا هاي الطريقة ان شاء الله وما تخسرون. يا بنات اذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. يا بنات خلونا لايكات، اللي هي اللايكات تصعد القناة، وخلينا تعليقات حلوة من ايديناتكم الحلوة، ودعمونا. واي شيء تطلبون من اي اكلات ان شاء الله، اي اكله تحبوها تكتبوا لي بس بالتعليقات ان شاء الله اكتب لكم. اكو هوايه بنات طلبوا من عندي بعض الاكلات، ان شاء الله بس افرغ اسوي لهم اياه
ويكون عند حسن ظنهم يا رب العالمين. هسه يا بنات راح نضيف الملوحة والفلفل والبصرة هاي. إذا مستوي ايش راح تسوون؟ راح هيجي تجعصوها على مود تصير حموضة بالأكل. شوفوا هسه راح اذوق. شوفوا الكوبايات ما شاء الله صلوات على محمد وعلى محمد. شو كذا اعرف الكوبا صارت من تطفو فوق المي، من تطفو فوق المي. هسه شويه انتظر على الشعريه، قامت يعني قامت تستوي لان هياتها بدها تصعد على المي، بدها تصعد على الجدر، قصدي تصعد على الوجه. زين فانتظر شويه الشعريه هم تصير حتى نزلها. هسه راح اذوقها ان شاء الله يا بنات. يعني حتى لو هواي بنات يقولون احنا نسلقها يلا نفرزها، لا، هاي الطريقة اللي انا سويتها لا، رأسا لفي وفرزي. شو وقت ما تسوين التشريبة مالتها رأسا هي وجامدة ذبيها بيها وعليها، وطريقة ناجحة كلش 100%. هسه بعد ما تخلص قصدي تصير يعني تجهز على الأخير راح أشوفكم الشكل النهائي مالتها يا بنات. راح نطفي عليها بعوش. بس شوفوا الكوباية شلون صارت من تصير بهالشكل هذا، يعني تطفي فوق المرقة تصير، فانتوا طلعوها زين. مو رأسا يعني هيك تخلوها من اول ما تبدي تصعد، خلوها هيك في 5 دقائق تفور بعد او 7 دقائق تطلعوها. هسه راح اصب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ضقتها كلش طيبة بشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هيجي بعد عينكم ميزانكم، لا تخلوها زايد همين تفور لين راح تتفلش. اكيد اذا زادت يعني اذا فوق نص ساعه تفور تتفلش. هسه راح اطفي عليها واشوفكم، افتح لكم وحده من عندها وشوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنات. هذا الشكل النهائي للكوبا. راح اكسر وحده، شوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شوفوها مليانه لحم وطعمها كلش طيب لان انا ضقت من المي مالها كلش طيبه. شوفوا ما شاء الله، باعوا مليانه لحم والقشر خفيف وما تفلشت ابد. تبعوا هاي الطريقه وراح تنجح عندكم. بس ضروري يعني تضيفون لي بصره وفلفل حار كلش على مود المرقه مالتها تصير طيبه. واذا عندكم مي لحم عادي تضيفون، لان مي اللحم هي ترى طيبه المرقه. مي اللحم طيب المرقه كلش. وسهمكم العافيه. الى اللقاء في فيديو جديد.